الحقيني يا دكتورة ليلي، المغرب أذن وأنا حاسس إني هاكل الدنيا كلها. فين المحشي؟ اهدى يا سكيلتون، خطر جدا إنك تنزل على معدتك الفاضية دي بأكل تقيل مرة واحدة. خد التمرة دي الأول. تمرة؟ يا دكتورة دي صغيرة قوي، دي مش هتسد جوعي، أنا عايز خروف بحاله. أهلا يا سكيلتون، أنا مش مجرد أكلة، أنا رسالة مستعجلة للجسم على الفطار، وخصوصاً لحبيبي البنكرياس. إيه ده؟ التمرة بتتكلم؟ ومالها ومال البنكرياس دلوقتي؟ أيوة يا سكيلتون، أنا كنت مرتاح طول النهار. لو نزلتم عليا بالمحشي والحلويات فجأة ممكن تجيبولي صدمة. شفت؟ لو أكلت وجبة كبيرة فجأة البنكرياس هيضطر يطلع أنسولين كتير بشكل مفاجئ، وده مرهق ليه جدا. يا خبر، يعني أنا كنت هعمل قفلة في جسمي؟ طب وانتي يا أستاذة تمرة هتعملي إيه يعني؟ أنا مصدر السكريات البسيطة، بدوب في الدم في ثواني وأدخل بالراحة من غير ما أخض البنكرياس أو أتعبه. الله عليكي يا تمرة، السكر اللي جاي منك هادي وجميل. أنا كده أصحصح وأطلع أنسولين بمزاج من غير ضغط. وأحلى حاجة فيا إني بطير على المخ في دقايق وأقول له الوقود وصل يا ريس، فتحس بالشبع وتبطل طمع في المحشي. تصدق يا دكتورة، حسيت إن عينيا فتحت والجوع اللي كنت حاسس بيه هادي شوية. ده بالظبط المطلوب. نصيحة وندر لاب: تمرة وشوية مية وصلوا المغرب وبعدين كلوا بالهنا، جسمكم هيشكركم. فكرة عبقرية، أنا رايح أصلي، بس خلي بالك من طبق السمبوسة ده لحد ما أرجع. سلام. رمضان كريم يا أبطال، استنونا في الحلقة الجاية عشان نعرف الكبد بيعمل إيه. مع السلامة.